ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ اولا انا حابب اشكركم كلكم بجد على وجودكم في تيم عز، وان انتوا طورتوا معانا السيرفيس وقدرنا نوصل لعدد كبير قوي من الكلاينتس. فحابب اعرف من كل حد ايه الحاجات اللي هو شايف ان هي اتطورت في تيم عز. الفلكسبيليتي مع الكلاينت، انا جاي بمايند سيت اللي هو ازاي هنوصل لاحسن نتيجه في اقصر وقت مع الشخص ده، واعتقد ان الموضوع اتغير تماما وبقى تفكيري سيستماتيك اكتر على ازاي اكسر المشكله لمشاكل صغيره كتير وابتدي احل كل حاجه مشكله، والتركيز على الحاجات الصغيره اللي الشخص بيقولها، وان الحلول الصغيره دي هي اللي بتجيب الريزلت الكبيره في الاخر. احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر، بقينا داخلين في حياه العميل اكتر من اللي انت بتتمرن اونلاين وخلاص، فبقينا اسهل ان احنا نوصل للجول بتاعه. ان احنا عندنا في السيرفيس مش بس بنديله دايت بلان وتمرين، لا احنا بنخش جوه المشاكل اللي عنده. حاجه تانية ان احنا بنحسسه ان احنا معاه في الجيم، بنطلب منه فيديوز للتمرين اللي هو بيتمرن. فيعني انت اونلاين تريننج بس زي كانك معاه في الجيم. انا بديله نفس السيرفيس بس بكون معاه على الواتساب، بيبعت لي الفيديوز بتاع التمرين، بقول له نصلح التكنيك كذا. هو اكتر حاجه مختلفه فعلا الكونسيومر بيهيفير بتاع الشخص نفسه. من اول ما يدخل عندنا على الجروب معاه كوتش بيظبط له روتين يومه كله، ومعاه نيوتريشنست حد بيظبط له الاكل من A to Z، ومعاه مدرب عارف اللايف ستايل بتاعه ايه وايه اللي هو محتاجه، بيحاول يوصل له الموضوع بشكل بسيط، يبقى وصله من ناحيه اللي هو حد عنده ان هيلثي لايف ستايل لهيلثي لايف ستايل. التفاصيل اللي بتكون مع الكلاينت، يعني مثلا الكويشنير اللي بنعمله وبيجاوب على الاسئله كلها تمام، فانت بتدخل في يومه كامل، فالتفاصيل دي نوصل لنتائج اسرع.